أعتذر عن الترحيب بالمشاركين الكرام ومن القائد الوليد نظراً لضيق الوقت. فقيدنا الحبيب رجا حمل قلبه على كفه وبندقيته على كتفه وشرف أمته في وجدانه، وسار في طريق النضال الطويل. لم يكن الهم عنده إلى أين سيصل به هذا الطريق، بل كان همه الوحيد أن يرضي ربه وضميره وشهامته وعنفوانه. لقد نجح في أن يكون المثال الذي يحتذي به كل من آمن بحقه وأرضه وشعبه. زرع بذوراً أنبتت جحافل من المناضلين الذين رفعوا رأس أمتهم مع كل إشراقة شمس ومع كل نقطة دم سقطت على أرض الجبل الأبي. شجاع لا يهاب الموت، رابط الجأش، عملاق يقتحم المخاطر، انتزع الاحترام عن جدارة حتى رهبه الخصوم وحسبوا له ألف حساب. بدأ حياته العسكرية عام 69 ملازماً في الجيش اللبناني، فكان مثالاً للضابط الملتزم بالمناقبية العسكرية، وقام بواجبه الوطني بكل شرف وتضحية ووفاء. ومع بداية الأحداث اللبنانية المؤلمة والمؤسفة شعر بانحراف المسيرة العسكرية عن خطها الوطني العربي، فانتقل إلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة المعلم الشهيد كمال جنبلاط، ثم إلى جانب القائد وليد جنبلاط ليكمل مسيرته الوطنية العربية، متأثراً ومتفهماً لمبادئ المعلم الشهيد ولخطه اللبناني العربي الوطني المدافع عن قضايا الشعب الحقيقية، وفي مقدمتها القضية العربية الأولى وهي القضية الفلسطينية. كان مثالاً للشجاعة ونظافة الكف والجرأة والإقدام واتخاذ القرارات الحاسمة. هذه الصفات جعلته موضع ثقة واحترام ومحبة القائد وليد جنبلاط، فأسند إليه قيادة جيش التحرير الشعبي الذي قام بتحرير بيروت والجبل والإقليم مع الشرفاء في الجيش اللبناني ومع الأحزاب الوطنية آنذاك، وفي إسقاط اتفاق 17 من أيار، وبعده معركة سوق الغرب التي فتحت الباب أمام الطائف، وفيما بعد المصالحة الوطنية في الجبل. العميد رجا حرب كان صادقاً في القتال وكان صادقاً في المصالحة، وقد لعب دوراً كبيراً مع رفاقه في الجيش الشعبي وفي الحزب التقدمي الاشتراكي في تثبيت المصالحة الوطنية في الجبل وفي إرساء قواعدها. واليوم وإن رحل العميد جسداً فإنه سيبقى في كل من عرفه وأحبه شعلة نضال صادقة وروح تحرر تحاكي رفاقه الأوفياء، عسكريين كانوا أم مدنيين. إنه يوم الوفاء ويوم التكريم لمناضل بارز نظر نفسه من أجل إخوانه ووطنه. ستبقى عائلتك الصغيرة وفية لك بالسير على خطك الوطني العربي التي ناضلت من أجله. ستستمر المسيرة بعدك أيها العميد مع نجلك حسام إلى جانب الأستاذ تيمور جنبلاط، وفاء لك ولمسيرتك الوطنية التي رسمتها وتمسكت بها حتى يومك الأخير، وكانت وصيتك الأخيرة له الحفاظ على هذه المسيرة. نم قرير العين يا حبيب القلب، فمن كان والده رجا حرب لا خوف عليه. أيها المشيعون الكرام، باسمي وباسم أهل الفقيد وآل حرب وعموم أهالي غريفة،
الذي لم يتأخروا يوما في تأدية واجباتهم المحلية والوطنية. أتقدم من كل المقامات الدينية والعسكرية والسياسية والاجتماعية بخالص الشكر والتقدير لمشاركتها في يوم الوفاء لفقيدنا الكبير، كما أتقدم بالشكر والتقدير من كل الجماهير الوفية التي شاركتنا مصابنا اليوم. والشكر الكبير لقائد المسيرة الوطنية الأستاذ وليد جنبلاط الذي حضن الفقيد وعائلته، وكان كما تعرفونه مثالاً للوفاء والمحبة. لفقيدنا الرحمة، ولكم طيب البقاء.